السلام عليكم شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على نعمة تحرير سوريا من قاطعي الرؤوس العراقيين الإرهابيين، فصائل المتعة العراقيين، الفصائل الإيرانية المسماة زورا فصائل عراقية للمقاومة. قطعت راس صبي طفل عمره 15 سنة بس لأنه انتقد إيران. وأنا هذا الخبر جايبه من العربية، يعني مؤسسة للأنباء موثوقة، يعني ما حتطلع تحط خبر في شك بس لأنه انتقد إيران قام قطعوا له راسه. هيدي طلعت على الإعلام، بس الكوارث اللي منها طالعة على الإعلام واللي صاير بأهل السنة بالعراق. أهل السنة بالعراق عم بيعانوا مثل ما عانى السنة بسوريا، يمكن أكتر كمان. نفس الموضوع أهل السنة باليمن عم بيعانوا مثل ما عانى أهل السنة بسوريا ويمكن أكتر كمان. أول شيء أنا بدي أعتذر منكم يا شباب، لأنه اليوتيوب صفالي القناة كلها، ما بقى فيني أعمل أي شيء، حتى على الكومنتات مانعني رد، يمكن 24 ساعة 48 ساعة، يعني حتى على الكومنت ما فيني رد عليكم. أنا بعتذر، ما أنا قصدا مني عم رد. التبليغات دمرتني دمار. القناة الأولى راحت تقريبا، كان فيها تقريبا 7000 مشترك، وهيدي القناة عم ببلشوا بسبب التبليغات عم ببلشوا كمان حتروح على الأرجح. ما خلوا لي أي ميزة بالقناة، ولا شيء ولا شيء أبدا. لا فيني اكتب كومنتات، ولا فيني أعمل بين لأي كومنت، ولا فيني ولا طلعوني من برنامج شركاء اليوتيوب للربح. ما فيني، يمكن فيني نزل فيديو بالنهار بس، ما فيني أعمل أكتر من هيك بسبب التبليغات. وانا اذا هلا بتراجعوا الفيديوهات تابعوني كلهم على القناه ماني حاكي اي شيء. يعني هيديك القناه الاولى يمكن انا كنت احكي وكون اوفر شوي، بس هلا بهاي القناه ماني عم بحكي، كتير مهذب وكتير ساكت. يعني عم نقابل قطعة الرؤوس، فصائل المتعة العراقية قاطعي الرؤوس للأطفال. هيك كانوا يعملوا بسوريا وهيك عم يعملوا باليمن. عم نقابلهم بالكلمة، عم نحكي كلمة. اليوتيوب اجوا لغالي كل الامتيازات بس فيني نزل فيديو، اكتر من هيك ما فيني اعمل. بقى انا بعتذر منكم يا شباب، بكرر اسفي اني انا ماني عم بقدر رد على حدا بالتعليقات، لانه غصب عني ما بايدي. يعني ما قصدا اني ما عم بقدر رد. المهم هلا فصائل المتعة العراقية هي تقريبا اقذر اتباع لايران، يعني بالتراتبية بتلاقيهم هني الاقذر، يعني الاسفل، هني اسفل اتباع لايران. لانه ما بس هني عم بيقتلوا اطفال وعم يقطعوا لهم رؤوسهم، ونفس الشيء عملوه بسوريا. بيسرقوا من العراق، بيسرقوا خيرات العراق وبيعطوها لايران. بالتراتبيه هني الدرجه الاولى بالوساخه. وما بس هيك، هني اللي عم يضربوا دول الخليج بالمسيرات والصواريخ، هني فصائل المتعه العراقيه. انا قلت سبق وقلت انه ما في حل، اي حل مع هيك. ما فيني اقول بشر، والله هو الحيوانات ما في اي حل معهم الا بالقتال، ما في غير حل. اذا بتلاقوا لي حل قولوا لي. طفل عمره 15 سنة، وليكوا الشرطة العراقية عم تدافع عن القاتل. يعني الشرطة عم تدافع عن القاتل، الشرطة العراقية والقضاء الكسكسي العراقي عم بيدافع مع القاتل، ما بيدافع مع المقتول. أهل السنة بالعراق عم بيعانوا معاناة رهيبة، معاناة رهيبة. مطلوب كلنا نوقف حدهم. شكرا شباب.